بص كده الفيديو ده، تفتكر ده حصل ليه؟ حصل علشان خاطر البنية التحتية في التجمع الخامس ما كانتش أحسن حاجة، لأن زمان لما كانوا بيخططوا للتجمع الخامس أو القاهرة الجديدة ما كانوش فاكرين إن المكان اللي صحرا دلوقتي هيكون من أرقى المناطق اللي موجودة في القاهرة، وهيبقى كمان فيها التجدس السكاني اللي احنا شايفينه دلوقتي. بس دلوقتي خلاص بقى معمول حسابه بنسبة 100%، وفي منطقة اسمها التجمع السادس. وأكبر مطورين مصر نزلوا المنطقة دي علشان هم عارفين ومتأكدين مش هينزلوا في مكان إلا لو فعلا ليه مستقبل ومستقبل كويس أوي. مش بس كده، المنطقة اللي أنا بكلمك فيها كل المناطق المجاورة بتخدم عليها، غير كده إنها كمان امتداد للتجمع الخامس، وكل المشاكل اللي بنشوفها سواء من بنية تحتية أو غيرها مش هتشوفها نهائيا في التجمع السادس. كبار المطورين موجودين، يعني خلاص لا بقى في عمارات في الشارع ولا فيلات شارع، كلها هتكون جيتد كوميونتي. طب كل الكلام اللي انت بتقوله ده يا اسلام هيفيدني بايه؟ اولا، لكل منطقه راقيه زي التجمع الخامس ليها امتداد، والكل الامتداد دلوقتي بيتبني بفكر جديد وفكر حديث. يعني النهارده المنطقه بقت كلها جيتد كوميونتي، مشروعات بقت كلها مودرن. مش بس كده، كبار المطورين موجوده فيها بمقدمات كويسه واقساط بتوصل لفترات طويله جدا جدا. فلو فعلا بتدور على الاستثمار الصح في جيتد كوميونتي يبقى هو التجمع السادس. انا اسلام الامير، ومحتوايا محتوى عقاري. لو احتجت اي تفاصيل عن المنطقه بعينها، ومش بس كده، لو حبيت كمان تعمل مقارنه ما بين منطقه ومنطقه تانية، سيب لي في الكومنتس وهتلاقيها في اقرب وقت منزل لك فيديو.